بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معنا قصة جميلة أو رسالة من أحد الإخوة، لكن فيها أسئلة من كثر ما دوخوه باستحضار قلب أو غير استحضار قلب. أين نستحضر قلوبنا؟ هل نستحضر قلوبنا بالاستغفار أم بالصلاة على رسول الله أم بالدعاء؟ نمر على قصة سيدنا موسى مع الراعي، نمر على قصة سيدنا موسى مع الراعي، ونمر مع قصة امرأة بني إسرائيل، المرأة من بني إسرائيل، وندخل في سؤال الأخ. يعني قلت له أنا راح أنزل درس عنوانه أهمية التركيز والخشوع في الاستغفار والصلاة على رسول الله وأثناء الدعاء. هذا دعاء عنوان الدرس إن شاء الله سيكون. خلينا نعود ولنعتبر، نعم لنعتبر. يعني يوما ما على زمن سيدنا موسى كانت هناك امرأة تدعو الله أن يرزقها الولد، ولكن طال الزمن عليها ولم يرزق الله شيء. فسألت سيدنا موسى: يا موسى، يعني ادعو الله لي أن يرزقني الذرية. فسأل موسى عليه السلام الله جل في علاه: يا رب، يعني هذه المرأة تسألني الدعاء لها، وأنا أسألك ربي أن ترزقها الذرية. قال: يا موسى، لقد كتبتها عندي عاقر فلتصبر وتحتسب. نترك هذه القصة الآن، هذا الدعاء. هذه المرأة قال لها سيدنا موسى: قد كتبك الله عاقر فاصبري واحتسبي. مرت السنين والأيام، وإذا بموسى عليه السلام يراها معها ولد، معها يعني طفلها، فتعجب وسأل الله جل في علاه كليم الله سيدنا موسى: يعني يا رب، يعني أنت قلت لي إنها عاقر ولكنها قد رزقتها الولد. قال: يا موسى، لقد ألحت علي فاستحييت منها. الدعاء يسبق القدر. لو كان شيء ليغير القدر لكان الدعاء. إن الدعاء يتصارع هو القدر فيغلب الدعاء القدر. لكن أي دعاء. في عندنا قصة أخرى عشان تبين أي دعاء. مر سيدنا موسى يعني على بني إسرائيل، مر على راع رافع يديه ويسأل الله، يدعو الله. مر وغاب سيدنا موسى عنه، غاب مدة طويلة ثم رجع، وموسى وهذا الراعي يرفع يديه ولا زال يعني يدعو الله. فحدثته نفسه سيدنا موسى وقال: يعني لو أنه سألني كل هذه المدة لأعطيته. فأوحى الله جل في علاه لموسى: يا موسى، إنه يدعونا وقلبه معلق بالغنم. يعني خايف غنمي تشرد من هنا ويأتيها الذئب من هنا، ما هو خاشع في دعائه، مش مركز. طيب أنا كيف ممكن إني أركز في الدعاء؟ طبعا التركيز في الدعاء يكون فقط للمستغفر. أولا، المستغفر الذي لزم الاستغفار هو من سيحضر قلبه. ليش؟ معروف: تعرض الفتن على القلوب عود كعود الحصير، فأي قلب أشربها تنكت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح هذه القلوب سوداء مربعدة كالكوز المجخية. الكوز هذا كوب، يعني مجخية، يعني هكذا، عندما تصب عليه شيء لا يستقبل ولا شيء. هذا قلب لا يستقبل ولا شيء، حتى تصبح القلوب هذا أبيض لكنها سوداء مربعدة، يعني سواد حالك، لا تقر معروف ولا تنكر منكر. ما بيفهمش. بتقول له هذا العمل فوت على جهنم، بيعمله. بتقول له هذا العمل بسبب انك انت تضلك في هذه الامراض والاسقام، بيفهمش. ليش؟ من كتر الفتن. اشرب فتنة النساء،
وحب المسلسلات، وحب جمع الدولارات، وحب التدخين، وحب الإباحيات، وحب المال، وفتن كقطع الليل. نعم، فتن نعم، ذنوب الخلوات، وهذه كلها، والتدخين وكرة القدم والمشاهير والآن كل هذا. هذه القلوب أشربت هذا الأمر فأصبحت غربادة، لا تقر المعروف لا تنكر المنكر. فالاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي، يعني وكأنها غشاوة على القلب من هذه الدنيا وملذات الدنيا وشهوات الدنيا أمور احنا بنقول عن نفسنا مش عن الرسول عليه السلام. إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله أكثر من 100 مرة في اليوم. فالذي يمحو هذا الران أو الغين نعم هو الاستغفار. عشان هيك لازم نفهم من الذي يستطيع أن يستحضر قلبه، مش بداية يعني اليوم استغفرت 30,000 فقلبي يحضر، لا احنا نقطع شوط مع الدعاء مع الاستغفار. لما نقطع شوط مع الاستغفار أشهر، شهرين، 3، 4 حتى يمطر الله لنا السماء، لربما كل واحد يعني يتفقد نفسه، هل أمطر هو حقيقة الله ولا هو مطر كان جاي بالصدفة؟ لأنه ما بنفع إنه أنا ما استغفرت يوم والثاني جاء المطر، أنا ما استغفرت يوم وجاءت المطر، يعني كان في مدة من مدة، يعني ربما 3 4 أسابيع، شهر ونص، مش متذكر صراحة حتى جاء المطر. لا، بتذكر أنا بال 2022 عندما دونت أول تدويني كان تقريبا 18 يوم من الاستغفار ب30,000 استغفار وجاء المطر، وأنا كنت طبعا أقرأ سورة البقرة كل يوم. فخلينا شوي هيك عشان إحنا ما نضللش أنفسنا. يعني واحد في صحاري لا تمطر عنده لازم الاستغفار، واخذ الاستغفار محمل الجد وبدأ يستغفر أمطر الله. نعم جميل. إحنا بالصيف لا تمطر عندكم في البلاد، نعم أمطرك الله، نعم هذا حق. طيب هسه أنا بدي أصل للدعاء. عندما أنا ألزم الاستغفار هذا القلب يبدأ، شايف أنت هذا، تخيل إنه هذا ملطخ في الوحول، هذا القلب ملطخ في الوحول، وبدأت بالاستغفار أنظف فيه، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بدأ ينظف هذا القلب، فبدأ ينبض في الإيمان، فبدأ ممكن إنه يستحضر هذا القلب، ممكن إنه تستحضره. كيف بدي أستحضره؟ العملية الاستحضار القلب، أنا لما بدي أستحضر قلبي في دعاء، يعني كنت هذا ماذا أفعله يعني في الماضي. أول إشي في جوف الليل، في الجوف الأخير كنت أصلي صلاة سجودها طويل جدا، يعني 7 8 دقائق، نعم سجود طويل، يعني أصلي ركعتين والسجود يكون طويل في الركعة التي أريد أن أدعو الله فيها، وأبدأ يا الله 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 حتى أشعر إن القلب قد حضر. هذا فقط بالدعاء، مش كل دعاء، مش كل الوقت، مش يعني يا رب اعطيني كذا وكذا فأنا أفعل هذا الأفعال. لا، أنا اليوم في كرب، أنا بتكلم على موضوع كرب، موضوع كبير، موضوع مهم، يعني مش الدعاء العادي اليومي. نعم يا اللهم سدد لساني وثبت حجتي واهدي قلبي، أنا لا أفعل هذا الذي أقول لك الآن، هذا أقوله دائما، هذا الدعاء. نعم الدعاء يعني أدعي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ما أستحضر قلبي فيه. لكن إذا في شيء كبير مهم ألمني، يعني بدي عن جد ابنك والعياذ بالله بين الحياة والموت، أمرك يعني على المحك، هنا مش كل دعاء بده استحضار قلب، الله قريب، لكن في أدعي عن جد إلها وزنها، تطلب طلب كبير أنت من الله. فهنا لما بتصلي وتسجد وأنت اليوم أنت إذا في كرب أمورك ديونك لربما يسجنوك، فهنا ردد كل يوم في صلاة في جوف الليل وفي الصلاة، لكن في جوف الليل يعني الثلث الأخير من الليل دائما أول شيء استحضر قلبك يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله حتى يهدأ هذا القلب، يهدأ وتستشعر إنك أنت بدأت تستشعر ماذا تقول وماذا تريد، وتبدأ يا رب أنا عبدك الفقير، يا رب أنا غلطت، أنا مسكين، يا رب أنا ما كنتش عارف، أنا ما كنتش عارف إني بتجرأ عليك. احكي بكلامك يا أخي، ما تجيبش من الكتب ولا حرف من الكتب، كل إشي بلغتك. قال يا رسول الله، يعني أحد الصحابة يقول يا رسول الله إني لا أجيد ما تقول. قال وما تقول أنت؟ قال يا رب إني أسألك الجنة
ويعني الجنة ونعيمها وعذبك من النار وجحيمها. قال ونحن ندندن حولها. فنحن نفس السؤال، وانت بدك يا رب اقضي عني ديني، يا رب يا رب يا رب، ما تجيب كلام المنمق ولا بتعرفش تحكيه وبتعرفش تصفطوا على بعض بلغتك لهجتك الطيبة هيك. يا رب اعترف بذنبك، قل له يا رب أنا ما كنتش أعرف، يا ربي تراكمت علي ذنوبي، أسأت الأدب، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب أنت أرحم مني بأمي من أمي في يا ربي أريني يعني فضلك علي. و حتى لما بتستشعر ردد الأمر حتى تعرف ماذا تقول. أنت بدك تعرف شو بتقول. مفهوم؟ الدعاء لا يشبه الاستغفار ولا يشبه الصلاة على رسول الله. هنا بدك قلب حاضر، والقلب يحضر بعد الاستغفار، مش بعد الصلاة على رسول الله ولا بعد أي شيء، لأنه هذه القلوب عليها ران لازم تنضف. يعني يا جماعة الواحد في ناس هيك كلام عام. يا أخي أنت فاتح شركة والشركة مش عمال تربح ولا عمال تعمل إشي، بالعكس للوراء إلى الخلف، وانت بتجيبي بضاعة. طب يا اخي بلكي هاي البضاعة انت اللي بتقدمها بدهاش اياها الناس، بلكي انت الاوراد اللي بدك اياها انت عمال ترددها، مش هي اللي بتفتح بواب الله. بلكي يا اخي تفقد نفسك. خذ الحكمة ضالة المؤمن. اقرأ ماذا يوجد من وعود في الاستغفار. يا جماعة سيدنا يونس أذنب ذنب، الله بعثه لقوم ودعاهم لم يستجيبوا، مسكرين ذنين أقطع من قوم نوح، كانوا من قوم أنعم نوح، سكروا ذنين بدنيش يسمعوا، فأدار ظهرهم وتركهم. والله ما أمر ما أذن له أن يتركهم، تركهم التقموا الحوت. كم بقي في الحوت على هذا الذنب إنه تركهم بدون إذن الله؟ يقال إنه 40 يوم، بتفسير ابن كثير 40 يوم بقي في بطن الحوت. ذنب. كم ستبقى، كم أنت موجود في بطن الحوت، هذا بطن الدنيا هذه التي لا تخلص منها، مش عمال تخلص ولا من شيء، بالديون بالحروب بالهموم اصبر يا جماعة، اصبر. هذه هي الطامة الكبرى. على ماذا تصبر؟ صلح، قل له اترك الذنوب إنها الذنوب. مش اصبر على ايش؟ اصبر على الربا اللي باكله، ولا على الحرام اللي بقترفه، ولا على الغيبة والنميمة اللي بلشان فيها، ولا على انبطاحي تحت شهوتي. على ماذا اصبر؟ واحد بيسألني ليش انت بالله عليك يعني ماذا تسمع؟ اسا بتسمعوا هذا الاخ شو بقول لك؟ اسا بتسمعوا. فاخوتي الكرام، الاستغفار هو ردد الاستغفار. من لزم الاستغفار، الرسول عليه السلام قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الهم الذي صابك بذنب والاستغفار يمحوه إذا تبت من الذنب، والضيق الذي أنت فيه، مضيق الدنيا، شو موسع الدنيا، معيش، مش ملاقي متر أبني لبيت لابني بالغرب، بيت وجنينة وبركي وخذ شو بدك وسيارات فارهة. السيارة بتمشي على الشارع 3 سنين بكبوها، واحنا بناخذ السيارة اللي كبوها رموها وبناخذها احنا وبنقدسها ونصير نحسبس ونملس عليها هاي السيارة بذنوبنا وقلة معرفة الله وعدم تعظيم الله. الله قال لك في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا الذنب أصاب التقى سيدنا نوح آدم مع ستنا حواء أمنا حواء بعد 40 سنة من التيه بسبب الذنب الذي أنزلهم من الجنة. يقال إنه سيدنا نوح آدم بقى يدعو الله حتى يجعل له بيت يصلي فيه 400 سنة. وانت بتفكر الذنب كله الذنوب علموك انك تستغفر ان الله غفور رحيم، نعم، لكن شوف حالك. الذي تاب وآمن ويريد ان يصلح، نعم الله غفور رحيم، والله سيلهمك الاستغفار عشان يغفر لك. فهذا هو الامر. مش انا فقط بقول سيد الاستغفار وانا كما ولدتني امي.
يبقى الكلام كلام والحقيقة بعيدة جدا عن كل هذا الكلام. كل الكلام الذي سمعناه عن الذنوب وسيد الاستغفار و كلها تبقى كلام، والحقيقة لا تشبه الكلام الذي سمعناه، والتضليل الذي ضللون فيه. من تعمد أن يتكلم عن الاستغفار ولم يستغفر فهو مضلل، ومن تعمد أن يتكلم عن الصلاة على رسول الله وهم لا يعيش الصلاة على رسول الله فهو مضلل. ليش؟ لأنه أنت إذا دليتني على استغفار وأنا استغفرت لربما أسبوع أسبوعين لم يتأتى من هذا الشيء، سأرمي الاستغفار ولن أعود إليه إلى يوم القيامة. وكهكذا الصلاة وهكذا سورة البقرة. لكن عندما بتكون أنت عشت الاستغفار وأنت عشت الصلاة على رسول الله وأنت عشت البقرة وأنت عشت الواقعة، لما تقول لي اقرأ الواقعة ستقيك الفاقة، أنا عشت الواقعة ولم تقيني الفاقة، لكنك لربما عشتها أنت 10 مرات كل يوم تقرأها فوقعك الله الفاقة. أنا عشتها مرة وقرأت ياسين لما قرأت له ولم تأتي بشيء، حفظتها وكنت أرددها سنين ما جاءت بشيء حسنات. لا، الموضوع انه ياسين لما قرأت له ما وجدت من مرة، الظاهر نريد ان الاكثار. طيب ماذا حدث معي بالواقعة؟ خلصنا من الواقعة من باب اني عمال تقين الفاقة، عشان هيك اخذت سورة البقرة بعدين، عشان هيك لزمت الاستغفار بال 2015 من كنت اقراها وارددها قبل. لماذا لم تقين الفاقة؟ والياسين عشان الله يفتح علي بالأرزاق والخيرات، ما أعطاني الله الخيرات والأرزاق بل ازددت دينا على دين وهم على هم. فإذا ما في خارطة الطريق للحديث ستنزع الثقة بيننا وبين دين الله. خلص أنا لم أجد شيء في هذا الدين، أنا أخاف من النار، أخاف من الله من النار، إذا أموت يدخلني النار وفقط. هذا الدين ما فيه، بتصير الدنيا عندي شطارة، تصبح الدنيا عندي شطارة. الشاطر اللي بيكبر تجارته بالحلال بالحرام بالربا مش مهم، المهم تجارتي وأعمر بيوت وأكذب وأعمل كل شيء. ما هو في عندي سيد استغفار يمحو الله، وبعدين نصلي لنا ركعتين بجوف الليل عسى الله أن يغفر، وهكذا مستمرين. ولكن الأمر نحن في ذيل الأمم، في ذيل المجتمع، حروب، رؤساء متسلطة، دفعات متسلطة، أسحار متسلطة علينا، يعني هموم متسلطة علينا، كل شيء تسلط علينا سلطه الله علينا. وعلى العدو لا يريد أن يرفع يده عنا، يريد أن يبطش ويبطش ويبطش. من الذي سلطه؟ الله. حتى نفهم. شوف من الذي نفعه قوم يونس، نفعهم إيمانهم بعد ما عرفهم سيدنا يونس وتركهم وغادر. بدأت السماء، يقال انه بدأت السماء ترعد نار، بدأ صوت الرعد والخوف، يعني بدأ اقترب العذاب منهم، فعرفوا ان الذي كان يقول لهم يونس هو حق. فبدأوا، يقال انهم يعني فصلوا بين الأغنام وأولادها، وفصلوا بين الأم وأولادها، يعني الأم الآدمية، وفصلوا وبدأوا يجأروا، كل يصرخ يا رب يا رب، حتى كشف الله عنهم العذاب. فأنت لواقف حق بالي، خليك هذا دليلك. إذا هذه الآية لا تنطبق عليك ابدأ تفقد نفسك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولا حديث آخر بينفعك بعد هذا، ولا شيء، ولا أي موعظة. أنا لازم عبادتي تأتي لي في الثمار هذه. والله جل في علاه يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. وين الاستخلاف؟ نحن أذل قوم في على وجه الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أين التمكين؟ أين التمكين؟ تستحي تقول إنك اسمك محمد في الغرب. ليش؟ لأنك أنت مجرم بالنسبة لهم، بظنوا إنك أنت الإسلام. أنت يعني محمد معناها إسلام مش مسلم، لا، ما بيفرقوش بين الإسلام والمسلمين، بفكروا المسلمين هم الإسلام، ما بيعرفوا إنه بين المسلم أو أعمال المسلم وبين الإسلام دين الله ما بين الثرى والثريا، ما بين التراب والسماء. نحن لا نمثل دين الله، نحن لسنا مرآة لدين الله، إحنا ابتعدنا.
احنا ابتعدنا كثير يا جماعة، احنا لا نشبه المسلمين، الاسلام لا نشبهه بشيء. الربا اكلناه، والحرام اكلناه، والد الزنا والغناء والطرب، ابتعدنا، ما تركنا شيء الا ما اقترفناه. وندعي انه نحن بنصلي بالصف الاول ونركض المساجد يوم الجمعة ملأة. اذا امتلأت المساجد يوم الجمعة فابشروا، اي ابشروا، ما هي ملأة. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هاي الصلاة اللي بتصليها وبتسلم فيها تسليمي، هم ما انتهتش هاي الصلاة. هاي المعاملات بتحب الناس، لا يمكن تنهض أمي وانت بتكره جارك وبتكره أخوك وبتكره الناس الذين من حولك، وانت أناني وتريد كل شيء لنفسك. لا يمكن أن تنهض هذه الأمة. فأنا بدونك لا شيء، أنا بدونك أنت لا شيء، وأنت بدون أخوك لا شيء، ونحن كلنا بدون بعضنا البعض لا شيء. علينا أن نحب بعضنا البعض وندعو حقيقة. وابدأ بأخوك، وابدأ بأمك وأبوك. نعم، الأقربون أولى بالمعروف، مش كله نار حمراء. خلينا نسمع كلام الأخ. فاستحضار القلب يكون إن شاء الله بعد لزوم الاستغفار مدي شهر شهرين، يبدأ يستحضر القلب إن شاء الله. وهنا تدعو دعاء مركز في أمر أنت عن جد بدك إياته، واعمل مقايضة. المقايضة أن تعمل عمل صالح. كل دعاء مهم جدا في حياتك اجعل له بعده مقايضة. المقايضة أن تعمل عمل صالح، يعني هي التوسل اللي بقولوا له. أنا سميته، الله أعطاني وكمان أعطاني وأعطى المتابعين الحمد لله. في ناس بتروح على المسميات، الله بيقبل، الله يشتري والله يبيع. نعم، الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. نعم، إن تقرضوا الله الله يستقرض. بيعيبوا عليك كلام والله بيقول كلام، فلا أدري. المهم اعمل عمل صالح لوجه الله. إن شاء الله إطعام قط حيوانات، تسقيهم مي في هذا الحر، اعمل شيء لله خالص لوجه الله بينك وبين الله. ثم اسأل الله يا رب إن كنت تعلم أن هذا الأمر عملته خالص لوجهك الكريم. زور أمك، سامح جار، انت واحد مديون لك سامحه، اعمل عمل، أي عمل، اترك ذنب، ابدأ في عمل صالح جديد. وأقول يا رب إن كنت تعلم أن هذا العمل خالص لوجهك الكريم فأعطيني مسألتي اللي بالدعاء الذي دعوته أتبعه. بعد ما تدعو الدعاء يا رب اتبع حسنة. نعم، فهنا أنت إن شاء الله ستكون على ألف خير، سيكون دعائك إن شاء الله قريب. لكن كون تارك للذنوب، مقبل على الله، مش مستمر. بعد معك مسبحة وإسا اليوم مكر، لا تمكر، الله عارفك وين رايح وشو بدك. بدي العروس هاي وفقط. بعد ما أخذ هاي العروس أنا رايح على أكثر جزيرة فيها عرية، شهر عسل. منفعة. اتقوا الله وخافوا الله إنما يتقبل الله من المتقين. خلينا نسمع قصة الأخ ونجيب إن شاء الله. إحنا أجبنا إن شاء الله. فالاستغفار، رد الاستغفار والصلاة على رسول الله. أنا كنت حبرت إنه الصلاة على رسول الله طبعا لأنه أبي بن كعب كان عنده دعاء، وهذا الدعاء قال يا رسول الله أجعل ربع صلاتي لك، يعني الدعاء هو الصلاة، أجعل ربع صلاتي لك. قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن وصل أجعل كل صلاتي لك، يعني كل الدعاء لك. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. أنا أخذت هذا الأمر على إني أصلي الصلاة الإبراهيمية بين الفجر والشروق كدعاء، جلسي واحدة لا يشغلني شيء عنها، جلسي واحدة لا يشغلني عنها شيء بالصلاة الصيغة الإبراهيمية. وهذا هو. بعد ما أصلي أدعو، لا خلص صار بكفي الدعاء. إذا تكفى همك، مش الله عارف أي هم أنا عمال بعقلي أنا بدي أتزوج، أنا بعقلي بدي أبيع السيارة، بعقلي بدي أعمر بيت، بعقلي بدي أتعلم طب مثلا، في تفكيري خلص أنا أصلي على رسول الله، الله سيعطيني هذا الأمر إن شاء الله. نسمع الكلام ونشوف كيف قديش كمية التضليل اللي بتكون. استحضار قلب واستحضار ذنب واستحضار كله كلام لو عاشوا والله ما قالوا. طيب إن شاء الله. أنا قلت له راح أنزل درس عنوانه أهمية التركيز والخشوع في الاستغفار والصلاة على رسول الله، وكذلك أثناء الدعاء. هنا هو بعث لي كلامه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد، عندي مشكلة. أنا هذا إسا بالماضي، الرسالة تتطور، انتبه للتواريخ، فالرسالة تتطور لأنه الحمد لله وجد ما قلنا له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد، عندي مشكلة. أنا قلت لك أنا لزمت الاستغفار والصلاة على النبي
لكن في ضيقة بصدري لما استغفر واصلي على النبي ما ترضى تروح، بختنق، ما بعرف هالشي نفسي او شيطان. وايضا في شيء بداخلي بيقول لي لانك ما تستشعر الذكر. قل لي شو اعمل استاذي؟ هذا اللي 4 شايف انت الرسائل عمال تتسلسل. طيب سأفعل ما قلت. طبعا أعطيته أنا التحصينات وأذكار الصباح والمساء، وإنه يشغل سورة البقرة، التحصينات اللي بنزلكم إياها دائما، إنه يفعل هذا الأمر وينتبه لذنوبه. طيب سأفعل ما قلت لي. طيب كل عام وأنت بألف خير. هاي إحنا هنا إسا في 9/4، إسا نروح إحنا هنا على 11/7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمد حجازي، أخي أنا لزمت الصلاة على النبي محمد من شهور، كل يوم 3000 وأحيانا 5000، ليس عدد محدد. بعدها وفقني الله لقناتك، بعد أن لزم الصلاة على رسول الله ب3000 5000 وفقه الله لقناتي يعني. ولزمت الاستغفار ولم أكن أستطيع الوصول ل30,000. لماذا؟ لأن الشيطان كان يقول لي لازم تركيز، وأنا كنت أسمع له. بعدها لم أعد أسمع له، فقلت الله هو من وفقني لذكره. الله الذي وفقني. لحظة وين صرنا؟ نعم، الله الذي وفقني لذكره وذكر نبيه، وسيقبله مني على كل حال. ولا يوجد في القرآن أو السنة شرط الخشوع والتركيز. فلزمت الاستغفار 30,000 والصلاة على النبي 3000 أو أكثر. كم يوم شوف مع الاستغفار كم يوم وفرجها ربي، فأرجوك بلغ عني هذه الآية. عندما جمع الصلاة على رسول الله بأي عبادة، كل عبادة وكل ذكر تجمعه بالاستغفار يثمر الثمر. يعني إذا كانت سورة البقرة تثمر مثلا 5 برتقالات مثلا، مع الاستغفار ستثمر 10,000 برتقالة. والصلاة على رسول الله إذا كانت تثمر مثلا 10 برتقالات، مع الاستغفار ستثمر 100,000 برتقالة. الله لا يعذب المستغفر، والاستغفار فيه الرزق وفيه المال وفيه التمكين وفيه الحياة الطيبة وفيه الصحة وفيه القوة وفيه رحمة الله وفيه كل شيء. الاستغفار اجعل الاستغفار وافي وزد عليه ما شئت من العبادة، وفي حق الاستغفار. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، أنه كان يلزم الاستغفار في كل مجالسه. ولنا أسوة أخرى في أبو هريرة رضوان الله عليه، أنه كان يستغفر الله كل يوم 12,000 مرة. فأنا لن أنزل عن 12,000 استغفار في اليوم بعد المدة اللي قلت لكم عنها، خلص. وعيني على 30,000 ويزيد. نعم، شوف الجمال. الآن هو بده يشكي، الآن هذا الأخ يريد أن يشكي. نعم، هو يتكلم إنه الله فرجها عليه. نعم، هنا شايف. فلزمت الاستغفار ب30,000 والصلاة على النبي ب3,000 أو أكثر. كم يوم وفرجها ربي، فأرجوك بلغ عني هذه الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمي أبو أحمد، عندي سؤال وأتمنى ترد علي. أنا معكم بالجروب وشاهدت لك مقطع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أرددها مثل الاستغفار من غير خشوع وحضور قلب؟ والله هلكونا على مواقع التواصل، لازم خشوع أجبني بالله عليك. أنا وردي 5,000 صلاة على النبي وأحب أن أزيد، لكن هذا السؤال في عقلي، هل أرددها بدون خشوع مثل ما عملتها في الاستغفار؟ وأيضا في الدعاء هل ينفع بدون خشوع؟ أحس نفسي ما أقدر أخشع، ويقولون لا يستجيب من قلب غافل. فماذا أفعل عمي أبو أحمد؟ نورني جزاك الله خير. هنا قلت له أنا راح أنزل درس عنوانه أهمية التركيز والخشوع. نعم، سمعتوا شو بقول؟ هلكوني. نعم، هلكوني. اللي بيعرفوش إشي، بيعرفوا يقرأوا في الكتب ولا يطبقوا ولا شيء. سمعوا ابن تيمية يقول إذا أشكلت علي مسألة كنت أستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح الله علي. ما عملوا إذا أشكلت عليهم مسألة كما عمل أبو هريرة.
كما عمل ابن تيمية. ما عملوا، صاروا يقولوا أبو هريرة ابن تيمية يفعل، ابن تيمية يعمل. طيب اعمل انت، ما الأم ضايعة. طيب استغفر الله واسأل الله لماذا الأم ضايعة، عسى الله أن يبصرك في عيب هذه الأمة. لماذا لا أجلد يا أخي؟ من المسؤول عن هذه الأمة؟ هذه أمة كاملة فيها 2 مليار ضايعين. قالوا لي أنت تحت البلاء، أنت تحت البلاء، اصبر. على ماذا أصبر؟ على الإباحيات اللي أنا مغموس فيها؟ أصبر على ماذا؟ على الربا اللي أنا انغمست فيه وكلفني ثمن دهر سنين وأنا أدفع ثمن هذا القرض الربوي الذي أخذته. والله قضيت كل ديني بين البنك. يعني لا يريد أن يعني الربا يزداد ويزداد ويزداد. يعني المبلغ كان مثلا 5000 دولار أصبح بحدود 20,000 دولار بالربا، فقط ربا. فلا يريد أن ينتهي. والحمد لله رب العالمين الله قضاها، بس بعد 8 سنوات عشان الله ينكل فيك، عشان يذوقك مرارة هذا الأمر الذي قال لك سأحاربك فيه. فأخي الكريم، نعم، عندما تلزم الاستغفار ستستحضر ذنبك وتعرف تستحضر قلبك في الدعاء. الموقن في الدعاء في الإيجابي هو الذي بدأ الله يعطيه، بدأ أعماله تثمر، بدأ استغفاره يمطر، بدأ استغفاره يفرج الله عليه، بدأت الثقة تبنى بينه وبين الله. مش واحد جاي، نعم، في مضطر له دعوة وفي مظلوم له دعوة، لكن مش كل مرة. لربما لئن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة. يعني إذا أنت بدأت تتوب إلى الله وسألت الله أعطاك، هذا لا يدل أنه سيستمر في عطائك، يريد منك المزيد الله. فإن أنت ثبت إيمانك وتبت من ذنوبك وأقبلت على الله وأخذت بالأسباب التوبة والرجوع إلى الله ومراقبة الله، وإنما يتقبل الله من المتقين، وبدأت تخاف الله وتخشى الله، أبشر أخي الكريم، أبشر. لا يتوهك حدا بالاستغفار. احكي شو بدك مع الله، شو بدك احكي مع الله. الله أقرب من كل هاي الناس، الله بيسمعك، عارف شو بدك، بس تحدث معاه. لا تضلك تشكي لهي المشايخ وللناس، خليك اشكي لله. عرفت ذنبك، حال بينك وبين عطاء الله. ذنبك عمل ساتر من حديد بينك وبين الله. دعائك يصطدم بهذا الساتر ويرجع إليك بدون إجابة، لأنه ذنوب، مصر على الذنوب. يلا ابدأ. نعم، سورة البقرة ستحلق لك كل السقطات، لكن وحدي. أول إشي الاستغفار. قلت لك ثمرة سورة البقرة مع الاستغفار يعني أضعاف مضاعفة عن لوحدها، حتى لو كانت 4 مرات. كل شيء تجمعه بالاستغفار يزينه، يعطيك ثمار. يعني وكأنك كاين أنت، سبحان الله. كل العبادات مع الاستغفار، حفظ كتاب الله، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، مع الاستغفار. شوف الله بعد الحج شو بقول لك؟ واستغفر الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله ذكرا كثيرا واستغفر الله. فأنت يا أخي الكريم عليك أن تتوب إلى الله وتقبل على الله، والله سيلهمك. أري الله إنك أنت جاي عنده، أري الله إنك تركت الذنوب، أري الله إنك بدأت تقرأ القرآن، أري الله إنك بدأت تصلي في الوقت، أري الله إنك أنت بدأت تخاف الله، أري الله إنك تركت الغيبة والنميمة، أري الله إنك تركت الإباحيات. وهنا أنت بدأت تجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا، الله مش أنا، الله لنهدينهم سبلنا. الله بقول لك لنهدينهم سبلنا. فإن كان الله يفتح عليك بالصلاة على رسول الله سيأخذك للصلاة على رسول الله، وإذا كان سيفتح عليك بالحوقلة سيأخذك الله جل في علاه للحوقلة. وكم من مصلي على رسول الله جاء به إلى الاستغفار، لأنه ما في ثمار بدون استغفار. قد ترى رسول الله، ولكن أين الثمار؟ أين أمي؟ هي كيف أمي تنهض؟ الصلاة على رسول الله بتخصك أنت. نعم، أنت شخص واحد، لكن الاستغفار يخص أمي كاملة، أمي كاملة. نعم. ويا قوم استغفروا ربكم، أو يا قوم مش يا فلان، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي الاستغفار التمكين، في الاستغفار يزيدكم قوة إلى قوتكم. بالاستغفار في مطر ينفع الجميع. نعم، لا تقلل من الصلاة على رسول الله، لا، بس افهم كل واحد شو شغلها. نعم، وصلت؟ الله يفتح عليكم ويرضى عليكم. ولا تضللوا الناس، من لا ما تأخذوش من واحد قالكم، لا تأخذوا من لا يقول لكم أنا عملت كذا وكذا.
الشيخ اللي بقول لك عملت كذا وكذا فوجدت كذا خذ منه، والذي ينظر ما إلنا بهذا الزمان تنظير، ما بينفعناش التنظير. جوجل ملان أحاديث، وأحاديث رسول الله موجودة وآيات الله موجودة. اليوم إحنا ما بدنا نعرف أحكام الصلاة، إحنا بدنا نعرف كيف نصل إلى الله، التوحيد، كيف نسأل الله فيستجيب. وصلت؟ بدون الاستغفار لن يستجيب الله. نعم، بدون الاستغفار لن يستجيب الله، لن تثمر معك ولا أي عبادة، وستبقى في ذل وهوان بدون الاستغفار. قمة التوحيد هو الاستغفار. فتح الله علينا وعليكم وبارك الله فينا وفيكم، وأسأل الله العلي العظيم أن يبصرنا في عيوبنا ويلهمنا الاستغفار حتى يتوب علينا، فإن ألهمنا الاستغفار الله يريد أن يغفر لنا، يحب أن يغفر لنا، يريد لنا المغفرة. اقبلوا هذه النصائح، ومشايخنا فليقبلوا هذه النصائح، ولا يعني يبقوا في كلامهم وكأنه بيقرأوا شعر. خذ كلام، عيشوا، وانزل للناس على مستواها، ولا تبقى في الكتب، انزل إلى مستوى الناس وقل لهم يا جماعة كما قال رسول الله: وماذا تقول؟ قال: نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. قال: ونحن ندندن حولها. انزلهن قلهن يا جماعة هكذا، خلينا نستغفر بالليل والنهار حتى يحقق الله وعده. ثم إذا بدك لازم تحقق كل حديث عشان يكون عندك ركيزة للدين. ما هو يعني حقيقة إيمانك؟ كلام كله هيك، كلام. ما هي حقيقة إيمانك؟ أمطر الله لك السماء، استجاب الله لك، أنوار تراها في القرآن، استجابة الدعاء، نعم، قوة، تمكين، تغيير حال. هذا هو. تبدأ ترى علم، فهم، واتقوا الله يعلمكم الله، وترى الحكمة تتدفق، وكل شيء بدأ يتغير في حياتك ومن محيطك وحولك بسبب هذا معرفة الله. لئن تبنا إلى الله والله سيهلك الله أعداءنا، سيزرع الرعب في نفوسهم. الآن الرعب في نفوسنا إحنا، لأن الله تدخل وزرعه فينا. نزع الله المهابة من صدور عدونا منا وقذف في قلوبنا الوهن. لكن إن نحن تبنا إلى الله والله سيرعبهم الله رعب منا. يمكن إذا سمعوا اسم واحد محمد موجود في المنطقة ما يعرفوش يناموا، هيك الله زرع الرعب. توبوا إلى الله، أقبلوا على الله، إلزموا الاستغفار، اعبدوا الله كما يحب الله ويرضى، وستروا عجبا من عند الله. وهذه الاستحضارات كلها كلام، لكن في الصلاة في الدعاء نعم ركز في دعائك، وابدأ يا الله يا الله يا الله حتى يستحضر قلبك بينك وبين الله، ثم اسأل الله في أمر كبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا قصص كثيرة، في قصص المستغفرين اسمعوها، انقلوا هذا الكلام، اشتركوا في هذه القناة، انشروا هذه القناة، انشروها يا اخوتي الكرام. هنا في عنا بفضل الله يعني امور نلمسها، مش امور فقط نحكيها. الحكي خلص في زمانه. اليوم علينا ان نجد ما وعد الله عباده المستغفرين والذين صلوا على رسول الله والذين قرأوا البقرة والذين أخذوا بالقرآن والذين صلوا والذين قاموا بالليل. لازم نجد كلام إنه كله للآخر كلام. الله خزائنه ملأى، ولكن لا ينزل علينا شيء منها، بس ينزل علينا عذاب. الآن خلينا نرفع العذاب ويرفع تسلط هذه الأمة علينا بسبب ذنوبنا. توبوا من الذنوب واقبلوا على الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.